السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة فيديو تحفة. هنعمل البطاطا بطريقتين، كل واحدة أحلى من التانية، هتبقي أستاذة فيها. بطريقة الكرملة زي العربيات اللي هي معمولة في الخشب، وطريقة على زي ما انتم شايفين في الكيس الحراري. شايفة العسل اللي فيها؟ هقولك ازاي هتخليها كلها عسل وتحفة وجميلة جدا ومسكرة. وهاقول لِك إزاي تعمليها بطريقة العربيات الجميلة اللي إحنا كلنا بنجري عليها ومش عارفين نعملها. هنعملها في بيتنا وهتبقى جميلة جدًا وتبقى سهلة وهتبقى juicy زي ما أنتِ شايفة وريحتها تحفة. وكمان هنعمل طريقة بالقرفة الجميلة اللي بتبقى mix هايل مع البطاطا. شايفة سخنة وجميلة إزاي، طريقة جميلة أوي ومش هتحرقي ولا تبوظي أي صينية عندِك في البيت. هاقول لِك تعمليها إزاي. يالّا بينا على الفيديو، هنعمل مع بعض أحلى طريقة بطاطا مكرملة زي العربيات وبطريقة الكيس الحراري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. من فضلكم اللي يعدي على الفيديو بتاعي وإن شاء الله إن شاء الله يعجبه، يا ريت نعمل لايك وشير ونشترك ونفعل الجرس على الكل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويلا بقى نعمل مع بعض البطاطا. هجيب 2 كيلو من البطاطا او اي كمية انت حباها، بس انا حبيت الكمية دي عشان هعملها لك بطريقتين. اغسلي بقى البطاطا كويس قوي وتمام التمام. ويلا بينا نعمل اول طريقة، هناكلها مشوية زي العربيات ومش هبوظ الصينية ولا هحرقها ولا هخش بقى في غسيل والكلام ده. هاتي اول حاجة ورقة الفويل زي ما احنا شايفين، وهنفردها كده على الصينية. وطبعا الفويل غير صحي ان احنا نعمل عليه اي اكل. هبتدي ان انا اجيب ورق الزبدة. لو مش متوفر عندك ورق الزبدة ممكن تجيبي ورق الكراسات البيضة وتشتغلي بيها عادي، هتقوم بنفس الطريقة بس هتبليها بلة خفيفة. تمام، يلا فردنا الورق الفويل حطينا عليه ورق الزبدة. هاتي بقى أول طريقة للكرملة. هاتي حوالي كده، أنا بعملها بالنظر لكن عايزة أقولك ممكن معلقتين كبيرة من السكر. ابتدي افردي كده على ورق الزبدة. وهاتي البطاطا اللي احنا غسلناها وزي الفل زي ما احنا شايفين، وابتدي شقي كل بطاطاية بالسكينة. وابتدي بقى رصي الرصة الجميلة دي علشان خاطر نظبط الدنيا. كده خلاص رصينا البطاطا بالطريقة الجميلة. رشيها برضو حوالي معلقة كبيرة من السكر. عايزة بقى اديها طعم القرفة الجميلة اللي بتعمل ميكس خطير مع البطاطا. جبنا بقى القرفة ويلا رشي القرفة كده فوق الوش. عارفين القرفة مع البطاطا فايدة وجميلة جدا ومفيدة جدا جدا جدا، وحاجة بقى ريحة في البيت ميكس خطير. عايزة أقفّلها، عايزاها تستوي بالبخار ومش عايزة أعرّضها لأي هوا. هتبتدي تجيبي ورق الزبدة وهتغطّيها كويس أوي لو عندِك ورق كرّاسات. طبعًا أنا بادّيكِ الحلول السهلة. ابتدي اقفلي كويس أوي الورق الزبدة بالفويل بالتغليفة الجامدة دي مع السكر اللي إحنا بنكرمله والقرفة. هتدّيكِ طعم رهيب. يعني أنتِ بتجري على العربيات من ريحتها وطعمها الجميل اللي إحنا بنتساءل عليه. أكيد ممكن نعمله حاجة في البيت توصّلنا الموضوع ده. وبعد كده قفّلي بورق الفويل كويس. عايزاكِ تكتميها خالص كإنها موجودة كده في فرن ومقفول، وهتستوى منها فيها من غير ما تتعرّض لأي حاجة. تمام، يالّا بقى ولّعي الفرن على درجة حرارة تقريبًا 200، يعني درجة عالية، وندخّلها بقى على الشبكة ونسيبها نُص ساعة. تعالوا نعمل بقى الطريقة التانية اللي إحنا ممكن لو مش عايزين نعمل الطريقة دي، طريقة سهلة جدًا، جدًا. هنجيب الكيس الحراري. ده كيس حراري رقم 3. ليه 3؟ لإنه بيكون كبير وبيبتدي ياخد أي كمية من البطاطا أنتِ حاباها. العلبة دي فيها حوالي 3، أنا كنت مستعملة 1. وهابتدي أطلّع الكيس التاني، وهابتدي بقى طبعًا أجيب البطاطا
وهابتدي أنضّف لو فيها أي حاجة وأرُص البطاطا. طبعًا لو بطاطا كبيرة أوي ممكن تقسميها نُصّين، يعني ما فيش مشكلة، بنتصرّف يعني كبيرة بنقسمها، المهم بنحاول إن إحنا إيه ندّيها تناسق كده في الرصّة. طبعًا الحتّة دي كانت كده لتحت ومليانة طينة ما فيش فيها أي حاجة، ابتديت أشيل أي حاجة بالسكينة وأدّي للبطاطا بتاعتي منظر جمالي، وهابتدي بقى أرصّها جوّه الكيس. طبعًا عايزة برضه أكرملها عشان تبقى معايا كده مسكّرة والعسل يبقى فيها، دي طريقة جميلة أوي. رُشّي حوالي معلقة من السكر جوّه الكيس، ابتدي رُصّي البطاطا بالطريقة ديّة، رصّة عادية عشوائية، المهم هتبتدي تفردي البطاطا كلّها جنب بعض، وهتقفلي بعد كده الكيس بطريقة حلوة أوي، إنِّك تفضّي الهوا منّه علشان هو طبعًا هيخش فيه البخار وهيبتدي ينتفخ وكل دوّة هيستوي مع بعضه. بعد ما فضّينا الهوا ابتدي ابرميها كده كويس أوي، وليها طبعًا قفل بتقفل بيه، بييجي القفل دوّة مع الكيس، يعني مش أنتِ بتدوّري أو بتخترعي، لأ هو بيبقى فيه لكل كيس ليه القفل بتاعه، زي ما إحنا شايفين سهل جدًا بتحطيه وبتبتدي تلفيه وتبرميه كده بالطريقة ديّة. وهنبتدي بقى ناخد السكينة بعد ما قفلته كده كويس، وهابتدي أخرّمه بالطريقة دي علشان بس ندّي له نوع من التهوية، عشان الكيس ما ينتفخش معانا ويبتدي مثلًا إن هو يفرقع. تمام، خلاص حطيناه كده في صينية بالشكل ده، وهابتدي بقى أدخّلها في الفرن وتمام نُص ساعة وطلعت معايا تحفة، تحفة بجد بالشكل الجميل. الصينية نضيفة زي ما إحنا شايفين، ما فيش فيها أي حاجة، كل حاجة متسكّرة أو كل حاجة فيها الكرملة بتنزل في الكيس كده. إحنا تجنّبنا إن إحنا نبوّظ أي حاجة أو نحرق أي حاجة، طريقة جميلة. بُصّوا بقى فتحتها قدّامكم سخنة رهيبة، ريحتها مالية البيت، حاجة كده ما لهاش حل. شايفين الكرملة والعسل اللي نازل منها، طبعًا حتى لو مش مسكّرة أنتِ كده خلّيتيها حاجة جميلة وخيال ووَهْم وسهلة، وتقدري بسرعة تنجزي وتعملي أحلى بطاطا مكرملة في البيت. شايفين فتحتها قدامكم وهي سخنة، طعمها رهيب، دُقتها بصراحة أهو، يعني أنا مش قادرة إن أنا أشم ريحتها وما أشوفش الطعم جميل إزاي. تمام، دي أول واحدة أو اللي إحنا عملناها، أو سوري تاني واحدة اللي هي في الكيس الحراري المكرملة، الطريقة الجميلة السهلة. يلا بقى طلعت طريقة العربيات أو الطريقة كأنها متسوية على الخشب، تحفة وزي ما هي محتفظة بقوامها. وطبعًا الكرملة فيها حاجة جميلة، طبعًا أنتم لمّا بتشتروها بتبقى معاكم بالشكل ده صح؟ شايفين العسل، شايفين السكر اللي إحنا حطيناه مع القرفة اتكرمل واداها ريحة في البيت حاجة كده وهم. بجد، بجد دي كمان طعمها والله بجد هتعجبكم أوي، أوي، أوي لعشاق القرفة. طبعًا سخنة مش قادرة أمسكها بإيدي، الريحة وهم، يعني وهم مالية البيت، والطريقة دي بتاخد البطاطا في حتة تانية، بتدّيكِ طعم جديد، طعم جميل، كأنِّك شارياها من برّه غير اللي إحنا بنعملها في البيت تمامًا. وخلصت طبعًا برضه نُص ساعة، ما خدتش معانا وقت. وبالطريقة دي عملت لِك البطاطا بطريقتين سهلة جدًا، ما بوّظناش أي صينية ولا حاجة، حاجتنا زي ما هي. بالطريقة الجميلة سهلة، جرّبيها هتعجبِك. ما تنسينيش طبعًا اشتراك، لايك، شير، نفعّل الجرس ونقول رأينا إيه في أحلى طريقة مكرملة للبطاطا. واختاري الطريقة اللي تعجبِك اللي أنتِ عايزاها وقولي لي رأيِك إيه. بجد هتعمليها طول السنة مش هتبطّلي تعملي البطاطا الجميلة. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.